نعم هذا كلام صحيح. نتمنى لها احنا الخير والتوفيق. احنا يعني تلفزيون سكوب احنا ندعمها اعلاميا، حتى انت يا رندا جمعيتك هذه بالعكس هذه مكانك والساعه المباركه، في اي وقت تلفزيون سكوب مفتوح لك انت، حتى انت اخواننا الصوماليين كلهم الجاليه الصوماليه المتواجده عندنا بالكويت نحطهم بعيوننا وعلى راسنا. استاذه رندا، في عندك اي رساله اخيره من خلال قناه سكوب وحابه انك توجهينها للشعب الكويتي او للجاليه الصوماليه عندكم او للشعب العربي ككل، كونها يعني هي عندها يعني مثل ما يقولون حاله انسانيه او حاله ساميه تحب توصلها، عندها يعني شيء انساني وسامي وايد حلو ان هي ترتقي بالمراه، تكون اول مراه مسلمه في برلمان فنلندي خارج بلدها، يعني خارج اقليم بلدها وحدود بلدها، يعني في فتره قصيره 20 سنه، ترى مو فتره كبيره وايد، اللي هي تقدر تحط بصمتها وتكون لفترات 3 دورات متتاليه عضو بالمجلس البلدي السيتي كونسل مالهم، تكون عضو، وان شاء الله السنه الجايه راح تكون في البرلمان. يعني هذا شيء كبير وانجاز يعني عظيم جدا انا اشوفها من وجهه نظري ومتاكده. في اي رساله تحبين توجهينها من خلال قناه سكوب؟ مو جديد على الشعب الكويتي الطيب، وأناشد يعني المهتمين بالصوت الإسلامي في أوروبا والمهتمين بشؤون المرأة المسلمة بشكل عام أنهم يدعمون حملة النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي روضة حسن، وهم يعني نحب نوجه هم مناشدة يعني باسم جمعية دلسن. نحن عندنا مشروع اسمه مشروع حملة التبرع بالكتب. هالمشروع هذا هدفه تثقيفي تعليمي تربوي، حملة تبرع بالكتب. صحيح. يعني كلنا عارفين ان الحرب بالصومال دمرت القطاع التعليمي، فاحنا حابين البنية التحتية شبه مدمرة. صحيح، وإيمانا منا إحنا كجمعية دلسن بأهمية التعليم في بناء الدول، قررنا إن إحنا نبتدي حملة تجميع كتب. يعني إحنا شفنا شلون الكتب يعني هني في العالم العربي يمكن ما لها قيمة تذكر في الجامعات، نشوفها نهاية الكورس رامينها في الممرات، فنناشد الطلبة إنه هم يعني بدال لا يقطون هالكتاب هذا يجيبونه حق جمعية دلسن، لأنه يمكن يستفيدون منا الطلبة بالصومال. هذه حملتنا، ويعني حابين ان احنا يعني انها تلاقي اصداء واسعة وتجاوب من الناس في الكويت. شكرا يا رندا، كلامك مميز واتمنى يعني صوتك يوصل باذن الله يا رندا. خلونا النائب الثاني رئيس مجلس البلدي الفنلندي روضة حسن، شنو اللي عندك كلمة توجهينها من خلال قناة سكوب؟ رسالة توصينها للشعب الكويتي للمسؤولين الكويتيين هنا، تفضلي. waxaan u sheegayaa shacabka reer Kuwait inay ilaashadaan nabadooda, inay ilaashadaan dawladnimadooda si ay horumar u gaaraan. markuu qofku bilaa dawlad noqdo wax sharaf u leeyahay malaha. waxaan shacabka ugu rajaynayaa guul iyo barwaaqo inay Ilaahay ku wada. waxaan leeyahay haweenkana meel kasta ay joogaan, qof kasta kaalinta uu ka mudan yahay bulshadiisu ku dhex nool yahay, ama ajaanibka dadka uu soo gudaha noqoto ama shacbiga reer Kuwait ha noqoto, inay qof waliba ku dadaalo sidii wadanka iyo ubadkaba wax ugu qaban lahaayeen, siyaasadana uga qayb gali lahaayeen. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meel kastoo shacabka reer Kuwait iyo inta la deganba. waxaan leeyahay hambalyan wadana ugu celinaya, waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan wadan walaalkay oo muslimiin aan soo booqdo. waxyaabaha igu kalifay siyaasadana waxa kamid ah inaan ilaaliyo oo ballanna ku qaadaya magaca muslimka, intaan mas'uulka ka ahayna aan ku dadaalo sidii ay u ahaan lahaayeen dad sharaf iyo wanaag ku soo kordhiya bulshada finishkii la nool yihiin. waxaan halkan hambalyo aan doonayaan ku xuso walaashay oo si weyn igala qaadatay kaalinta koritaanka ubadka, maadaama aan hooyo kali korisay oo markaan nidaamka waxaan u baxayaa Kuwaitna jeclaysatay inay soo raacdo.
شكرا لك. تفضلي. السيدة روضة تقول ان اول شيء اوجه رسالة حق الشعب الكويتي ان حافظوا على ديرتكم، حافظوا على وحدتكم. ما في شيء اغلى من البلد، وما في شيء اغلى من الحرية. لا تسمعون للافكار المتطرفة اللي قاعد تصير في العالم. الحمد لله سيادتكم حكومتكم رشيدة وعارفة شلون تدير امور دولتها. صحيح. وهي وايد فرحانة ان التجربة الفنلندية ممكن تنقل بصورة عربية، بصورة مسلمة. صحيح. ممكن تنقل الرؤية الكويتية حق شعب أوروبي. هناك المرأة في فنلندا ينظرون مثل ما قلتي إن للمرأة العربية والمسلمة بنظرة متخلفة، إن قاعدة ببيتها. لكن لا، المرأة هنا ممكن تثبت العكس، وأثبتت صراحة خلال البرلمان مالكم. وتتمنى إن شاء الله يا رب العالمين إن الزيارات تيجي إن شاء الله أكثر، إن شاء الله. وتنقل شكرها حق اختها اللي هني اللي جابتها من الكويت ونقلت لها الصوره اول شيء. صحيح. وعلى استضافتكم الحلوه وعلى الكلام الطيب اللي انتم نقلتوا لنا اياه صراحه. الله يخليك يا واحنا شاكرين لكم جميعا، وانت بالذات يعني ما شاء الله اليوم تعبتي معانا. انت الناطق الرسمي لجمعيه دلسن، انت الناطق الرسمي المتحدث الرسمي لجمعيه دلسن. نشكرك رندا مره اخرى رئيسه جمعيه دلسن اللي للجاليه الصوماليه او للجميع. نشكرك سيده روضه حسن عبد الله على مجهودك، وان شاء الله بالهدف السامي اللي تقومين فيه باثبات واعطاء صوره صحيحه للمراه المسلمه، المعطاء الاجتماعي اللي تقدر تترك بصمتها في اي مكان تتواجد فيه بقوه. نشكرك عزيزتي امل على سعه صدرك وعلى ترجمتك اللي عجبتني صراحه الحنه اللي حاطتها بيدها. هي اعتقد لها شيء طريف مع البرلمان الفنلندي والحنه في حادثه بسيطه لها، ممكن تقولها لنا؟ هي البرلمان الفنلندي لما راحت لهم بالحنه كان عندها اجتماع، في وسط اجتماع، فقالوا لها ليش ما تشيلين السوس ما ادري شو اللي حاطتها. فمو كانوا فاهمين بالحنه، فاضطرت انها تشرح لهم بصوره ان هذا التراث والتقاليد والعادات مالتنا، سواء كانت عربيه او افريقيه. كل المجتمع العربي كله والاسلامي. انا aad ugu faraxsanahay sida dalsan wanaagsan ay soo dhaweeyeen booqashadeedii aan halkan ku yimiday. waxaana igu kalifay inaan soo noqdo dhalinyarada dumarka ee isku dayay inay sameeyaan oo wadankoodii wax u qabtaan, walaalahooda halkan joogana dhiirigeliyaan. iyagana waxaan leeyahay sii wada guul baad gaari doontaan oo shacabkiina la nooshihiina qiimo wanaagsan qadariya ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ما ادري احنا نقول لها مشكوره وانتم شاكرين لكم بعد. هي بس تقول ان شاء الله انا افهم شيء اقول ان شاء الله. يعني تشكر جمعيه دلسن على الاستضافه اللي استضافوها اياها تقريبا، وان تدعون البنات ان المجال التطوعي كبير، وان شاء الله يا رب العالمين تستمرون في التقدم. احنا شاكرين لها وما قصرتوا انتم. اتمنى كاميرا سكوب تكون عندها بالمنطقه هناك عشان نغطي انتخاباتها. ان شاء الله دوركم ان شاء الله نروح اعزائي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، مثل ما تدرون احنا جينا الى نهايه برنامجنا، واتمنى ان تكون حلقتنا افادت